تطرق فيه لمجموعة من النقاط أبرزها مغزى ورمزية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية. كما استحضر جلالته دور الدبلوماسية الوطنية في تدبير ملف الوحدة الترابية للمملكة. كما تطرق العاهل الكريم إلى تعزيز استكمال الوحدة الترابية للبعد الأطلسي للمملكة بحكم أن الواجهة الأطلسية للمغرب هي بوابته نحو أفريقيا، وهي نافذة للانفتاح على الفضاء الأمريكي، وهو ما يعزز الموقع الاستراتيجي للمملكة. يضيف جلالة الملك جلالته عرج على موضوع القيم الروحية والوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم يشوبه كثير من التقلبات حسب نص الخطاب الملكي. لوحدة الترابية والتصدي لمراورات الخصوم المكشوفين والخفيين. جلالة الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء ذكر بأن استرجاع أقاليمنا الجنوبية مكن من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين. نتابع مقتطفا من نص الخطاب الملكي. وقد مكن استرجاع أقاليمنا الجنوبية من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمراورات الخصوم المكشوفين والخفيين. وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي. غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك، بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري التي تعرفه مدن الصحراء المغربية، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها. اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في أرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. كما ندعو لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية. جلالة الملك شدد على ضرورة هيكلة الفضاء الأطلسي بمعطياته الجيوسياسية على المستوى الأفريقي. هذه الهيكلة التي تتأسس على المعرفة الجيدة للمملكة بالرهانات والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية عموما والأطلسية منها على وجه الخصوص. نتابع. إن المغرب كبلد مستقر وذي مصداقية يعرف جيدا الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص. فالواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات رغم مستوى مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق نعمل مع أشقائنا في إفريقيا ومع كل شركائنا على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها في إطار التعاون الدولي. وفي هذا الإطار
يندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب نيجيريا، وهو مشروع للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزايد الدول الأوروبية بالطاقة، وهو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية 23 بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. العاهل الكريم عرج على المشاكل والصعوبات التي تواجهها دول منطقة الساحل، والتي لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة. في هذا الصدد اقترح جلالة الملك مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. لنتابع. إن المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل اعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة. لذا نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، غير أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي. والمغرب مستعد لوضع بنياته التحتية الطرقية والبنائية والسكك الحديدية رغم إشارة هذه الدول الشقيقة، إيمانا بنا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها وفي المنطقة كلها. جلالة الملك عاد في خطابه اليوم للحديث عن موضوع الجدية وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم كثير التقلبات. وقد جسدت المسيرة الخضراء هذه القيم العريقة، يضيف جلالة الملك قيم التضحية والوفاء وحب الوطن التي مكنت المغرب من تحرير أرضه واستكمال سيادته عليها. نتابع هذا المقتطف. لقد تكلمت عن الجدية وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم كثير التقلبات. وقد جسدت المسيرة الخضراء هذه القيم العريقة، قيم التضحية والوفاء وحب الوطن التي مكنت المغرب من تحرير أرضه واستكمال سيادته عليها. وعندما تكلمت عن الجدية فذلك ليس عتابا، وإنما هو تشجيع على مواصلة العمل لاستكمال المشاريع والإصلاحات ورفع التحديات التي تواجه البلاد، وهو ما فهمه الجميع ولقي تجاوبا واسعا من مختلف الفعاليات الوطنية، وهي منظومة متكاملة من القيم مكنت من توطين المكاسب التي حققناها في مختلف المجالات، لا سيما في النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية وترسيخ مغربيتها على الصعيد الدولي. وقد اعترفت والحمد لله العديد من الدول بمغربية الصحراء، وعبر دول أخرى كثيرة وفاعلة بأن مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما ساهمت قيم التضامن والتعاون والانفتاح التي تميز المغرب من تعزيز دوره ومكانته كفاعل رئيسي وشريك اقتصادي وسياسي موثوق وذي مصداقية على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة